كاهنة فرعونية مولودة في بريطانيا، أم سيتي. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. في جنوب لندن في 16 يناير سنة 1904 اتولدت الطفلة دوريثي لويس لأب وأم من أصل أيرلندي، وتعدي الأيام لحد ما تتم دوريثي 3 سنين. وفي يوم وهي بتلعب في البيت تقع من على السلم وتتخبط دماغها في الأرض وتدخل في غيبوبة. وبعد ما جالها الدكتور وكشف عليها قال لأهلها إنها توفت. وهو لسه بيكمل كلامه معاهم تفوق دوريثي من الغيبوبة عشان تبص لأهلها وتقول لهم أنا عايزة أروح بيتي. ولما ردوا عليها أهلها وقالوا لها إنها في بيتها اتعصبت عليهم وقعدت توصف لهم في البيت اللي بتقول عليه. وبعد سنة على الموضوع ده راحت دوريثي هي وأهلها للمتحف البريطاني، وأول ما شافت التماثيل الفرعونية فضلت تلف حواليهم وتبوس فيهم وتقول بصوت عالي بلدي. وطبعا أهلها استغربوا الموقف ده وخدوها وروحوا على البيت. ولما بقى عندها 10 سنين من كتر حبها للآثار المصرية لفتت نظر صديق العيلة عالم الآثار اللي كان اسمه بادج، وللسبب ده قرر بادج إنه يعلمها اللغة الهيروغليفية. واستغرب إنها في السن الصغير ده قادرة تتعلم اللغة بسهولة جدا. ولما سأل بادج دوريثي إزاي بتتعلم اللغة الهيروغليفية بسرعة وسهولة كده، قالت له إنها بتفتكر اللي اتعلمته من قبل كده لأنها جاية من العصر الفرعوني وكانت جزء من بلاط الملك الفرعوني سيتي الأول. وحكيت له الحلم اللي شافت فيه الملك سيتي الأول في المنام وبيطلب منها إنها ترجع للوطن. وفي سنة 1927 لما كان عندها 23 سنة دخلت مدرسة أو كلية يعني في الفن وتخصصت في الفن القديم. وفي الوقت ده اتعرفت على شاب مصري اسمه إمام عبد المجيد اللي اتجوزته بعدها ب3 سنين من المعرفة وخلفت منه ابنها الوحيد اللي سمته سيتي. وفي سنة 1933 جات لها الفرصة تزور مصر لأول مرة مع جوزها. وبعد فترة قصيرة من وجود دوريثي وجوزها في مصر اتعرض على جوزها شغل في العراق، ورفضت دوريثي إنها تسيب مصر وسابت جوزها وابنها واتطلقت سنة 1935. وبعد الطلاق استقرت دوريثي في منطقة نزلة السمان جنب أهرامات الجيزة، وفضلت ترسم وتسجل وتكتب كل اللي يجي على بالها يخص العصر الفرعوني سواء كان في الحلم أو في الواقع. ده غير إنها كانت بتعمل طقوس بتشبه الصلوات قدام الأهرامات. وسمع عنها في الفترة دي عالم الآثار الدكتور سليم حسن اللي كان في الوقت ده بيشتغل على اكتشافات في منطقة الجيزة، فاستضافها في منطقة آثار الجيزة ووظفها كرسامة في فريقه الأثري. ومن خلال شغلها شاركت دوريثي في بعض رسومات الموسوعة الكبيرة اللي كتبها الدكتور سليم حسن تحت اسم موسوعة مصر القديمة. وبعد ما خلصت شغلها في فريق دكتور سليم حسن تشتغل مع الدكتور أحمد فخري في منطقة دهشور. أما عن أحلامها بالفراعنة فحكت دوريثي في السيرة الذاتية الغير مكتملة اللي كتبتها سنة 1972، وحكت فيها عن زيارات الإله حورع ليها في أحلامها، وإنه قال لها إنها بنت مصرية اسمها بنترشيت، وإن والدها كان بيشتغل في سلك الجندية، ووالدتها كانت بتبيع خضار في عهد الملك سيتي الأول. وبعد وفاة والدتها ما قدرش والدها يتحمل تربيتها فوهبها لمعبد أبيدوس، وده عشان تشتغل كاهنة في المعبد. وعلى حسب كلام دوريثي إنها فعلا بقت كاهنة من كاهنات المعبد. وفي زيارة من زيارات الملك سيتي الأول للمعبد تقع عينه عليها ويعجب بيها جدا وتبقى واحدة من عشيقاته، وبعد فترة قصيرة تحمل منه. ومن كتر حبها للملك وخوفها على مستقبله السياسي من الفضيحة تخلص من نفسها خالص. والحلم ده كان السبب إن دوريثي